شايفين انا حاطه ليش النسكافيه اليوم؟ لانه اليوم راح اعمل لكم كيكه النسكافيه والليمون فقط بكاستين طحين ونص، كاستين طحين ونص بهذا العلو الرهيب. ويلا معايا، زمان ما طليت عليكم بوصفاتي الحلوه ووصفاتي الجميله. اكبسوا لي لايك قبل ما تعرفوا تفاصيل الوصفه. يسعد لي كل اوقاتكم، يسعد صباحكم، يسعد كل اوقاتكم. اهلا وسهلا فيكم بعد غيبة طويلة حوالي اسبوعين في مطبخكم الحلو ومطبخكم الجميل ابداعات زوزو. اليوم رح نعمل كيكة كتير طيبة ولا اسهل من هيك. ويلا مع بعض نتبع كل الخطوات وكل الوصفة عشان تعملوها على طول، بما انه ويكند ونهاية الاسبوع. يلا شوفوا معاي اسهل كيكة خرافية من إبداعات زوزو. أول حاجة عنا 3 بيض، عنا 3 معالق ونص من الحليب مع كيس من النسكافيه الفوري، عارفينه طبعا. بشر ليمون فيك تستغني عنه، فيك تحطيه بس أنا بيعطي طعم كتير طيب. عنا 4 فانيلا و2 بيكنج باودر. عنا كاسة لبن، كاسة اللبن أساسية، كاسة زيت وكاسة سكر. وطبعا راح يكون نفس الكاسة هاي في الطحين، حوالي 3 كاسات أو كاستين ونص. يلا نبلش مع بعض. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بقناتي ليصلكوا كل جديد من مطبخي إبداعات زوزو. طبعا حبايبي نزلت بالبيض تمام، وحطيت مع البيض ذرة ملح تمام. بعد هيك رح احط معكم بشر الليمون، شوفوا ريحته ما احلاها بتجنن. رح احط السكر وراح انزل بالفانيلا. طبعا اذا عندك فانيلا سائلة بيكون افضل وافضل. انا اخترت الفانيلا اللي موجودة بالبيت، يعني ما توقفوا عند اي حاجة. هاي اول باكو. طبعا حبايبي بعد ما حطينا البيض وحطينا السكر وحطينا بشر الليمون والفانيلا بدنا نخلط، وهذه المرحلة المحببة عند الكل. يا الله ريحة شو حلوة، ولا كأنه البيض مخفوق. بدنا نضلنا نخفق في البيض حتى يصير كريمي ويتمازج مع بعضه. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة ليصلكوا كل جديد من مطبخي إبداعات زوزة. وبما انه الويك اند حتكون رهيبة وزاكي، وبما انه الدنيا شتاء وفي منخفضات، فكيك مع كاسة شاي يطلع اطيب شي. هخفقها مع بعض وارجع لكم. بعد ما خفقنا هذا الخليط رح ننزل بكاسة الزيت، وبإمكانكم تحطوا سمنة تحطوا زبدة الموجود، بس طبعا احنا بنحب الخفيف. عشان انا هذه الكيكة عاملاها لتيتا، وتيتا ما بتحب السمنة الكتيرة، بتحب بس الزيت عشان يكون خفيف على المعدة. طيب حبايبي، هلا بعد ما خفقنا الزيت مع المكونات رح ننزل بالمكون الاساسي وهو اللبن. طبعا اللبن بيعطيها طراوة مش طبيعية حرفيا. بدنا نخفق كمان مرة. طبعا انا لا بحط مية ولا بحط اشي، ممكن انتوا تحطوا بدل اللبن تحطوا مرندة، تحطوا 7 بيعطيه قوام رائع. طبعا هلا بعد ما خفقنا اللبن كتير منيح رح ننزل بالحليب والنسكافيه. قلت لكم 3.5 حليب وباكو من الفوري نسكافيه بيعطيها طعم تحفة التحف. ونعمل ميكس ميكس ميكس. هلا رح احط كاستين من الطحين مع 2 بيكنج باودر، كاستين من الطحين، كاستين ونص من الطحين مع 2 بيكنج باودر وذرة كربونة. وبنشكر تيتا على اجتهادها انه حكت لي الكربونه بتاعت الطعم. بقولها يا تيتا بتمرر، قالت لي لا شوفي نفشة الكيك، فبدي ارد المره هذه على تيتا واحط ذرة كربونة على قولتها ونشوف كيف. يلا
يلا شوفوا الخطوة اللي بعدها. نحط كاستين الطحين بالتدريج. هاي اول كاسة مثل ما انتم شايفين بالتدريج، ومنخول مرتين، يعني كل ما نخلت الكيك اكتر كل ما كان الطحين اكتر كل ما كان احسن. هاي كاستين وهاي كمان نص كاسة، 3 بيضات يعني كاستين ونص. طبعا بدنا نحط مع حضراتكم شوية من البيكنج باودر، يعني باكوين وذرة من الكربونة، ونعمل نخلط. هيو تمام. هلا حبايبي رح احط البيكنج باودر، انتوا فيكم تنخلوه مع بعض وتريحوا راسكم، بس كل واحد يعمل. الحين بدنا نعمل ميكسينج باتجاه واحد، سواء مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، بس انا دايما بالكيك صراحة بعمل عكس عقارب الساعة. بدي احركهم مع بعض وبعدين احطهم بطنجرة. طبعا انا اليوم الوصفة عمليتها بطنجرة الكيك. طنجرة الكيك إلها غطايا ومثل ما انتم شايفين. هلا بدي اورجيكم كيف هخلص خلط وورجيكم طنجرة الكيك اللي بتنعمل على الغاز كيف اساسياتها. بعد ما دهناها بالزيت والطحين مثل ما انتم شايفين، رح نحط خليط الكيك ونحطها على النار. هاي الكيك بعد ما حطيناه تمام. هلا بدي اورجيكم كيف راح احطه على الغاز. اول حاجة راح اجيب الغاز تمام واولعه. الغاز في قطعة زي فيصل مع بعض تمام. هذه بدي احط عليها الكيك. شايفين الكيك؟ راح احطها عليها واجيب تمام. هينا حطيناها، هنحط هاي تمام. في فيصل بين الحرارة لمدة نص ساعة ساعة إلا بتكون استوت. هورجيكم الطريقة النهائية. هيك طبعا هينا في نفس الصينية بدنا نقلب العروسة. هلا بدي اقلبها وارجع لكم. شوفوا ما شاء الله كيف محمرة ومقمرة. وانا طبعا رح اقطع بالسكين شوي عشان تشوفوا هشاشتها. بتفرجوا ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. الكيك ما شاء الله طلعوا كيف اسفنجية ولونها، وهي مقلوبة على ظهرها مش على وجهها. وما شاء الله تفاصيل تجنن.